ده نادي سياتل ساندرز الامريكي اللي هيقابل الاهلي في كاس العالم للانديه قاهر المكسيك، ومنهي هيمنتهم على بطوله الكونكاف. نادي لسه جديد ابن امبارح يعني، اتأسس عام 2007 يعني عمره 16 سنة بس. لكأس العالم للأندية فوزوا على بوماس المكسيكي حامل اللقب لمدة 3 مواسم متتالية، يعني راح كأس العالم للأندية بعد ما تغلب على خصم عنيف وشرس جدا جدا جدا. وده راؤول دياز الشبح بتاع الفرقة وقائد هجومه، العقل اللي ممشي الفريق. هو عجوز 32 سنة بس نينجا. لعب الموسم ده مع الفريق 24 مباراة، سجل 11 هدف وعمل 4 اسيست. اما ده ستيفن فري حارس مرمى الفريق، تاني اعمدته جون اخطبوط بمعنى الكلمه. لو شافوا مرتضى هيقول عليه مخاوي. سرعه رد فعل رهيبه، شايل الفريق بمعنى الكلمه، وواحد من اهم اسباب الفوز ببطوله الكونكاف. فريق قوي ومنظم، لياقته بدنيه حدث ولا حرج، كواليتي عالي من اللعيبه، مدرب فاهم، انضباط تكتيكي داخل الملعب. النادي الاهلي قادر على ايقافه والفوز عليه، لكنها مباراه صعبه جدا جدا ولازم الاهلي يطلع افضل ما عنده.